بغيتي عسل منزلي ثقيل وناجح من اول تجربه، ما كيتحجر، ما كيتبدلش المذاق ديالو اولا اللون ديالو. خليك معايا. فواحد الطنجره ديال الضغط كندير 3 كيلو ديال السكر مرصو، كندير معاه 2 ليمونات، يعني 2 حامضات مقطعين طرونشيات، واحد نصف برتقاله حتى هي مقطعه طرونشيات، مع واحد العويد ديال القرفه، وكنزيد عليهم اطرو وربع ديال الماء يكون غليان. كنسد عليهم وكنديرهم فوق واحد النار تكون شويه مجهده حتى كتبدا تصفر. عاد كنقص لها، كندير العافيه تكون متوسطه ماشي مجهده، كنحسب ليها 45 دقيقه. ومن بعد ما كدوز ديك 45 دقيقه كنطفي عليها العافيه وكنتسنى واحد ثلث ساعه حتى تتبرد. ما كنحلش عليها ديك الساعه لانها تقدر تنفجر. الا هو لقيتو الحامض بهذا الشكل هذا تعسل، فعرفوا ان العسل ديالكم راه جاهز. خليوه غير يبرد شي شويه وصفيوه وخدموه في المعسل ديالكم بالصحه والراحه. وكيكون هذا هو الشكل ديال العسل، كيجي ثقيل وخاتر وكيصلح للمعسلات كلهم.